اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كرويات كروي. نعمل لايك سبسكرايب للفيديو. لايك سبسكرايب. معكم امجد من قناة كرويات كروي. معنا اخبار كتيرة النهاردة في الساحة الرياضية. هنبدأ بالزمالك. اول خبر عندنا ان جوميز بيفاضل ما بين طارق حامد وعمرو قلاوة. قلنا الفيديو السابق ان عمرو قلاوة في مفاوضات بدأت ما بين الوسطاء وكلاء اللعيبة ونادي الزمالك، وفي استجابة من نادي سيراميكا للمفاوضات وفي ترحيب. فجوميز بيفاضل بين طارق حامد، لان الناس عارضة عليه طارق حامد والمجلس بيفضل طارق حامد، بس طبعا ده قرار لجوميز في الاخر مفروض يعني. وعمرو قلاوة، فجوميز هو اللي هيضع الرأي الأخير، هل طارق حامد أم عمرو قلاوة؟ وإن كان جوميز بيميل لعمرو قلاوة. هنشوف الفترة اللي جاية هيحصل إيه بالنسبة لصفقة لاعب الوسط. زي ما قلنا مفيش بيرسيتاو ومفيش رضا سليم في الزمالك زي ما قلنا قبل كده. اللاعب اللي اتألق وطلع عليه إشاعات قبل كده إنه مصاب وأثبت وجوده وأصبح نجم من أعمال أساسية في نادي الزمالك، محمود بن تايك بيتكتب بالاثنين. لاعب باك شمال أثبت وجوده، لاعب مهاري وليه هجمات عنترية وانطلاقات وبيعمل سبرنت وبيعدي بكرة بكل الثقة وبيرفع وبيغطي في الناحية الدفاعية. ممكن يعيب عليه بس شيء واحد، ان هو بيتهور، ممكن يعمل ضربات جزاء في منطقة الجزاء، بيلعب بحماس اكتر من اللازم. دي ممكن طبعا جوميز والناس اللي معاه يقدر يصححها له، ده حاجات بسيطة بالنسبة لهم، طبعا ده شغل المدربين احنا ما نفهمش فيه طبعا. محمود بن تايك الزمالك مطلوب يدفع 1,000,000 يورو ويتم تفعيل عقد الشراء لمحمود بن تايك، لأنه لسه إعارة، ويقال أن الأهلي حاول يدخل على الصفقة لكن اللاعب متمسك بالزمالك، وفي بند أن الزمالك ليه حق أو أولوية الشراء لحالة بيع اللاعب. فكده محمود بن تايك الزمالك كده بيجهز المبلغ، في أقرب فرصة هيتم تفعيل عقد شراء محمود بن تايك، أحد الصفقات المميزة في باك شمال اللي الزمالك من فترة طويلة بيعاني في مركز باك شمال زي ما انتم حضراتكم عارفين. شكوى الزمالك المجلس الأعلى للإعلام. يقال أن الزمالك اشتكى أحد الإعلاميين في المجلس الأعلى للإعلام لتجاوزه في حق أحد أعضاء مجلس الإدارة. طبعا الزمالك لسه بيقدم الشكوى، عشان نقول الصراحة لا، الزمالك تعرفين يعني هو بس التحميل بطيء شوية. المجلس شغال وبيعمل شغل وناس مخلصة وبيحبوا الزمالك كل حياة تمام، وبيبذلوا مجهود ويجيبوا صفقات، وقالوا مش هنجيب صفقات وجابوا، يعني الناس شغالة، لكن هو في بطء شوية. بس هو الأعباء كتيرة، أزمة باتشيكو، أزمة ساسي، يعني كان الله في عونهم، مستحقات اللعيبة ومستحقات فرق النادي، مستحقات العمال، غرامات بالملايين، يعني كتر خير المجلس. تجديد زيزو وتجديد المسلوسي، عبد الله السعيد، مقدمات عقود، يعني مبالغ طائلة. هي يعني الزمالك فقد الفكرة. فبالنسبة للبطء شوية زي ما قلنا كتر الاهتمامات وهموم مجلس إدارة نادي الزمالك. فستقدم الشكوى قريبا إن لم يتم التصالح الودي. بيراميدز كالعادة يحاول خطف صفقات الزمالك. في 2 لعيبة، في واحد انت سمعت عنه ان بيراميدز حاول ياخد اللاعب وعرض عليه مبلغ 2 مليون دولار لو احمد زيزو للانتقال الى بيراميدز، لكن اللاعب الثاني كان مفاجأة، احد نجوم الزمالك واللعيبه الاساسيه اللي الجمهور بيحبه جدا، حمزه المسلوسي. بيراميدز عرض عليه عرض واللاعب رفض وتمسك بالنادي، ويتم التجديد بس في الفتره القادمه مش الان، يعني ليس الان بالنسبه لحمزه المسلوسي. طيب ده بالنسبه لحمزه مسلوسي وبيراميدز. يعني مش عارف بيراميدز دايما بيركز على صفقات الزمالك اكتر حاجه، واخذ يوسف اوباما واخذ يوسف نبيه واخذ سيف جعفر قبل كده، والزمالك كان دخل في عبد الرحمن مجدي من الاسماعيلي اخذه هو. فبيراميدز على طول اي صفقه الزمالك بس يتوجه اليها، واللجنه الفنيه بتختار لعيبه كويسه، بس للاسف مش بتختار ليها، بتختار لبيراميدز. يعني انت بتختار اللعيبه عشان تاخدها، بياخدها بيراميدز على الجاهز، انت بتختار لعيبه كويس هو بياخده على الجاهز منك. طبعا ده كله ده ماني توك زي ما حضراتكم عارفين. لماذا محمد عاطف مظلوم؟ ناس كتيرة متعاطفة مع محمد عاطف، انا عارف ان الجمهور كتير والنقاد وناس كتيرة بتحلل اداء كويس. السبب الاساسي محمد عاطف يا اما بينزل في ماتش الزمالك متاخر او ماتش متكهرب او ابدي ماشي، يعني ممكن ده سبب الاقوى. معظم اشتراكاته مع البدلاء والشباب، معظم اشتراكات محمد عاطف مع البدلاء
ما شفناش محمد عاطف مع الفريق الاساسي، ولو لعب مع الاساسي بيلعب 5 دقائق 4 دقائق بعد وقت ضايع. يعني هو عايز وقت طويل مع الفريق الاساسي، عنده مهارات، عنده تحركات، عنده رؤية في الملعب. اخر ماتش لعبه كان احسن لاعب وخد جائزة احسن لاعب ويستحقها. بيمرر الكرة صح، بينطلق بالكرة، يعني ليه كرة في نص الملعب كده خدها، عدى استخلصها بقضاحة وخدها 1 و2 و3 بمهارة وبثقة، وبيشوت من بعيد. يعني لعيب عنده امكانيات هايله. فهو محمد عاطف مظلوم لانه مش بيلعب مع الاساسيين، لكن مجرد ما يلعب مع الاساسيين هتشوف النجم. وانت محتاج يلعب مكان زيزو، ممكن يلعب مكان مصطفى شلبي، اللي هو مصطفى شلبي للاسف الجمهور غير راضي عنه لانه هو مش بيطور من نفسه للاسف يعني. بالنسبة للفيفا يدعم محمد شحاتة. الفيفا أرسل منشور لاتحاد الكورة، طبعا الفيفا يخاطب الاتحادات فقط، أن محمد شحاتة نادي الزمالك سيتلقى تعويض مالي عن غياب اللاعب وإصابته في عضلة دم وتمزق وغيابه لمدة شهر. ففي تعويض جاي لنادي الزمالك بسبب إصابة محمد شحاتة في منتخب مصر. كهرباء دفع خلاص 7 مليون جنيه وانتهت أزمته على خير، والشيك استلموا نادي الزمالك وكده انتهت مستحقات كهرباء نهائيا. نتمنى له يركز في الملعب ونتمنى له التوفيق كده ويركز في الملعب ويبعد عن الإعلام والسوشيال ميديا. كولر يتمسك بهذين النجمين كوكا والدبيس. كان في عروض جت للدبيس وكوكا جاله عرض اوروبي وعرض محلي. كولر انا مصر على بقاء اللاعبين وانا محتاجهم، خاصه كريم الدبيس وكوكا بيشارك معه اصلا. كاس التحدي الانتركونتيننتال الذي سيقابل فيه الاهلي احد الفائز من بطل الامريكتين، اللي هيفوز منهم هيقابل الأهلي في كأس التحدي في بطولة الانتركونتيننتال، والفائز ما بين الأهلي وهذا البطل سيقابل الفريق التاريخي، الفريق الأسطوري ريال مدريد في النهائي. كولر يوافق على الصفقات المحلية بعد إقناع لجنة التخطيط ومحمد رمضان. كابتن محمد رمضان وافق كولر على الاستعانة بلاعيبة محليين في ناحية الدفاع. ليه؟ لأن أنت عندك يوسف أيمن احتمال يمشي ومستواه مش مظبوط، يحيى أشرف داري حتى الآن مصاب، فخلاص كده كولر يفاضل ما بين لاعبي. هو استبعد محمد ربيعة، في مفاضلة ما بين لاعبي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش. بعد ما كانوا بيقولوا محمد اسماعيل، الانظار تتجه حاليا الى مصطفى العش لتدعيم دفاع الاهلي. اخر حاجه مفاجاه الاهلي لمعلول. معلول ممكن يكون خبر سعيد، ما اعرفش ان معلول هيكون سعيد بهذا الخبر ولا لا. ان كولر هنقول بدايه الخبر صادم بس في اخره كويس. كولر صمم ان يتم تفعيل عقد يحيى عطية الله وشراؤه من نادي، النادي كان بيلعب فيه يحيى عطية الله، لكن علي معلول طلب رحيله. طيب هتقول لي يمشي خالص؟ لا، طلب برحيله إعارة، يروح إعارة يستعيد مستواه ويرجع. وهل لو رجع لمستواه الفني وقدراته هل الأهلي هيعيده؟ بس في نقطة هنا، ده رأي كولر، لكن هل الإدارة ستقبل بوجود 2 محترفين بياخدوا المقابل بتاعهم مرتب بالدولار في نفس المركز؟ ماشي، ده هيلعب جناح ده هيلعب باك شمال، بس استيل هما الاثنين باك شمال يعتبر يعني او ناحية الشمال. هل الأهلي هيوافق؟ وهل كولر هيصر على رأيه؟ وهنشوف الفترة الجاية اللي هيحصل. لكن ده خبر جديد بالنسبة لمستقبل معلول مع النادي الأهلي. معلول كان عمل مستويات كويسة مع الأهلي وعمل أداء قوي يعني. فالأهلي طبعا اللاعب طبعا قلق الأهلي بسبب سنه والإصابة الخطيرة اللي جات له في الفترة الأخيرة. نتمنى له الشفاء والتوفيق، ونتمنى التوفيق للاعيبة كرة مصر، نتمنى الأمور تهدأ وما يبقاش في شحن رياضي ولا احتقان، والكرة كلها متعة وفن وناس يعني بتنفس عن نفسها يعني. دي كانت كل أخبارنا، وكان معكم أمجد قناة كرويات كروي. تحياتي للجميع وإلى اللقاء، تحياتي.